الكافي وطاقم من المنتخب الجزائري المتواجدون بالرباط يستقبلون المناصر الكونغولي شبيه الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، ويقومون بتكريمه والاعتذار له على ما فعله اللاعب الجزائري محمد عمورة معه بعد نهاية المباراة التي فازت بها الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في الدقائق الأخيرة. إمبولادينغا تم تكريمه بمقر إقامة المنتخب الجزائري، وقام عمورة بإرسال اعتذارا خاصة على حسابه الرسمي. إمبولادينغا المناصر الكونغولي تم منحه قميص منتخب الخضر وعليه اسم الزعيم التاريخي لومومبا المناصر الكونغولي. وقال إمبولادينغا أنه شرف عظيم أن يتم دعوتي من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هنا. وأضاف أن لقطة اللاعب عمورة عفوية، وهذا إن يدل على حماس اللاعب بعد الفوز. فقط أتمنى النجاح للمنتخب الجزائري في الكان. علاقة الكونغو والجزائر هي علاقة تاريخية لا يمكن نكران جميل الجزائر على مر الزمان، فنحن إخوة دائما.